هل صحيح بأنك تنوي هناك مصادر قريبة منك ربما سيد واثق البطاط ربما سربت هذا الخبر أو لا أو ما شاكل ذلك، ولكن هذه فرصة لك لكي نستوضح حقيقة الخبر منك أنت طبعا. هناك مصادر تقول أن السيد واثق البطاط يفكر جديا بمهاجمة الكويت مرة أخرى، هل هذا صحيح؟ أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى وأقسم على الله بدم الحسين أن يوفقني أن أقتحم الخليج بكامله وأن أصلي في الحرمين. هذه بلدان تكفيرية من الكويت وانتهاء باليمن، هذه بلدان تكفيرية. أسأل الله سيد واثق أنت عندما تتكلم عن بلدان تتكلم عن شعوب، أرجوك انتبه إلى هذا الموضوع، أرجوك. أنا أتحاور معك أيضا، أنا لدي مسؤولية أيضا في هذا الحوار، أنا لا أستطيع قتلوا على أيدي هؤلاء الجرذان. لا اسمح لي لو سمحت سيد واثق، أنا أتحمل المسؤولية معك لكوني أنا أحاورك، أرجوك. عندما تكفر بلد أنت تكفر شعبا بأكمله، أرجوك إذا كان عندك مسألة مع النظام قل حدد النظام. أنا لا أكفر لكن سؤالي هل أنت تفكر جديا في مهاجمة الكويت أو لا؟ ووعاة سلاطين، وأكفر بعض الوهابيين والتكفيريين النعاج الذين يستمعون وينصتون لهؤلاء الشراذمة، هؤلاء السفهاء الذين يسمونهم علماء. طيب. أنا أكفر هؤلاء وأنا مسؤول أمام الله. طيب هل أنت تعمل ذلك؟ كلهم من أجل العراق؟ من أجل العراق سيد واثق؟ يجب القضاء هل ذلك من أجل العراق؟ ولو بقي من عمري يوم واحد فسأدخل إلى السعودية وأنتقم منها. أعصابك سيد واثق، أعصابك أرجوك.